السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا فطير النهاردة يا جماعة، تحفة تحفة، لازم تجربوا الطريقة دي. شايفينه مورق ازاي وحلو جدا وطعمه روعة، شكله جميل قوي. واللي يحبه طري طالع هيطلع طري، اللي يحبه ناشف شوية هنقوله التكات والحركات علشان يطلع ناشف شوية، بس بصراحة جميل جدا. المقادير بتاعتنا ايه بقى؟ معلش يا جماعة، ادعيله بالشفا حبيبي ربنا يشفيه. معانا كيلو دقيق وكوباية لبن وكوباية مية ومعلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة بيكنج باودر. ناخد الدقيق بتاعنا ننخله كويس، وحطيت دلوقتي الملح والسكر. هنحط معلقة من البيكنج باودر، ما حطيتش الكيس كله، احط معلقة بس. هتقلبي كويس الملح والسكر والبيكنج باودر في الدقيق. طبعا انت ممكن تستغني عن اللبن وتعمليه كله بالميه زي ما انت حابه. هتبداي تقلبي كده السوائل مع الدقيق علشان يمتزجوا مع بعض ويعملوا عجين. طبعا ومقدار اللبن والميه انت بتعرفيه للدقيق بتاعك اللي انت هتستخدميه. هو بيستخدم له الدقيق بتاع المخبوزات، بيبقى حلو جدا معاه. تفضلي بقى تلفيه كده في العجينه لما كل الحاجات تدوب في بعضها. خلاص كده مسكت معايا، هبدأ اطلعها علشان اعجنها على الرخام. طلع كل الحاجات اللي معايا كده. تعرفي ان هي بقت كويسة معاكي لما تبطل تلزق في ايديكي. ما بتحطيش بقى اي زيت ولا اي سمنة دلوقتي خالص، هتفضلي بقى تعجني فيها كده لما العجينة تبطل تلزق في ايديكي خالص وتبقى عجينة ناعمة جدا. عجنها بقى بالطريقة اللي تريحك في المكنة على ايديكي زي ما انت عايزة. تمام كده يا جماعة. تفضلي بقى زي ما قلتلك تعجني. قعدت عجنتها 5 دقايق لما بقت عجينة ناعمة معايا خالص، وكل العجين اللي في ايديا طلع فيها وما عادتش بتلزق. شوفوا شكلها دلوقتي عامل ازاي. حتى هي لمت كل العجين اللي حواليها. خلاص اهي، ما عادتش بتلزق في الايد كده. انا بقى عايزه اتاكد كويس انها اتظبطت معايا. مش لما انت تعملي العجينه وتظبطيها في العجنه هتطلع معاكي نتيجه حلوه. بعد ما خدتها على طول هاخدها نقطعها. الكيلو بتعملي منه 4 أو 3 زي ما انت حابه. انا كنت عايزاهم 3 متوسطين، فاخدت 3 كور وفردتهم على دقيق. برضو لحد دلوقتي ما حطيناش اي لا زيت ولا زبدة ولا سمنة ولا اي حاجة. تاخديها كده اهي. انت لو حطيتي زيت دلوقتي العجينة مش هتقفل معاكي كويس وانت بتلميها، فما تحطيش زيت خالص دلوقتي. رشينا شوية دقيق وهنسيبهم ربع ساعة يخمروا. لازم المدة اللي انت تسيبيهم قصدي يرتاحوا مش تخمر، ترتاح العجينة. بعد ربع ساعة اخدت الكورة اللي انا فردتها اول واحدة وبدأت افرد فيها كده على الرخامة بتاعتي. عندك بقى ترابيزة كبيرة رخامة زي كده افردي عليها براحتك خالص، ما تخافيش مش هتلزق. حاطين تحت دقيق، والدقيق ده مش كتير عليها ولا حاجة. هتفرديها بقى زي ما انت عايزة، مربعة مستطيلة مدورة اي حاجة. تفضلي تفردي. شايفين العجينة مرتاحة خالص اهي، علشان كده بتفرد معايا وما بترجعش تاني. تفضلي تفردي فيها كويس قوي لما يبقى سمكها رفيع خالص. شايفين دي هتبقى كبيرة قوي دلوقتي، ديت هتبقى فطيرة لوحدها. مش هتقعدي بقى تكوري كور صغيرة وتفرديها وتفتحيها وتحطي على بعض. الطريقة ديت سهلة جدا وهتعجبك ان شاء الله. وفي طرق تانية برضو لو حابين هننفذها معاكم ان شاء الله. ف-
معلش الفيديو طويل شوية، بس عشان ده فيه تفاصيل شوية، تفاصيلة صغيرة هتفرق فيه. بوريك ان هي سمكها بيبقى رفيع جدا، علشان كأنك بتفرديها على اي مادة دهنية. هي دلوقتي مفروضة هي على دقيق ومش هتلزق معايا خالص. معانا بقى هنا ده ربع كيلو زبدة. شايفين الزبدة عاملة ازاي؟ درجة حرارة الغرفة عشان تعرفي تفرديها وما تسيحهاش، وخليها بالشكل ده، ما تسيحهاش ما تسخنهاش ولا اي حاجة. هي كده كويسة. تاخديها بقى وتفرديها. الفطيرة الواحدة عليها كوباية زبدة، هي دي المادة الدهنية. وهنحط برضو شوية زيت واحنا بنقفل. حطيناها كده وفردنا الزبدة كويس خالص على السطح بتاعتها بكمية حلوة. تقريبا ال3 فطاير اخدوا معايا اقل من نص كيلو. المكعب دوت او المربع دوت بيبقى 250 جرام. ده ربع كيلو زبدة، زيادة عنه حاجة بسيطة اوي ل3 فطاير. بس هتاخديه بقى وتقعدي تلفي كده. معلش التصوير مش باين. هتلفيها وانت بتلفي تشدي معاكي، تشدي العجين وانت بتلفيها تشديها. حاولي تظبطيها بقى من الجناب كده عشان الزبدة بتاعتنا ما تطلعش. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتظبطي الحروف بقى دي كلها عليها كده. كده خلاص قفلناها. هنسيبها على كده لو انتي حابة، او تلفيها زي رول كده دورية زي ما انا ما عملتها. وبرضو هتحطيها، تحطي عليها شوية دقيق وتسيبيها ترتاح برضو لمدة ربع ساعة تاني. هنعمل بقى في نفس الحاجة، في نفس الايه التانيين. هتفتحي تفردي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سهلة جدا يا جماعة الطريقة دي، وعجبتني قوي. ومش بتاخد وقت. في ساعة واحدة كنت هتكوني مخلصة الفطور كله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي بقى تفردي فيها بالطريقة دي بايديكي، او بالاسهل بالنشابة اهي قدامكم. مش بتاخد وقت خالص. على الناحيتين الاتنين بفردها شوية وارجع افردها من تحت كمان عشان ارقها خالص وتبقى كويسة معايا. الرقة دي هي اللي بتعمل فيها الرقات بتاع الفطير. ارقها يعني ارفعها. تمام كده. هي اكيد كده. عايزه اوريكم بقى دلوقتي قد ايه بقت هي رفيعه. شايفين؟ دي بقى اللي هتعمل معانا الرقايات الرفيعه، ما تبقاش رقاتها تخينه وطعمها كده معجن ووحشه. لا دي حلوه جدا. هتاخدي بقى الزبده زي ما قلتلك وهتفرديها بنفس الشكل تاني على الفطيره. لفيتها بالناحيه تانية اهي. انا بشد زي ما بوريكي كده، بشد وبتني، بشد واتني. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل جدا يا جماعة. اللي هتعمل 3 هتعمل 4 وتعمل 5 كمان لو حابة. يعني ممكن تصغريها عن كده كمان. انا كنت عايزاهم ال3 حجم متوسط حلوين. احاول اظبط الحروف. معلش التصوير كان بايظ هنا شوية. تاخدي كده بقى الحروف تحطيها عليها. ما تخافيش الزبدة مش هتطلع منك، لان احنا في الشتاء فمش هتسيح. لو احنا في الصيف تقومي حطاها بعد ما تحطي الزبدة وتطبقيها على العجينة، تحطيها شوية في الفريزر في التلاجة قصدي. تسيبيها ربع ساعة في التلاجة. خلاص كده سيبناهم ربع ساعة وارتاحوا. معانا بقى الزيت دلوقتي. هندهن دهنة زيت دهنة حلوة كده.
الزيت ده هيديها ان هي تبقى مقرمشة شوية. مش حابة زيت وتحطي سمنة زي ما انت عايزة، بس هي اصلا واخدة زبدة كفاية خالص، فما تحطيش سمنة وحطي زيت عشان تبقى مقرمشة معاكي شوية. كأنك ما عملتيش فيها الا دورية ولا اي حاجة. خلاص بقى هنبدأ نفردها بالنشابة واحدة واحدة كده. او بايديكي لانها اصلا مرتاحة وواخدة مدهونة كويس. بصراحة كانت جميلة جدا وطعمها كان حلو قوي. اللي مش هيجربه بالطريقة دي هيندم، لانه سهل جدا وبسيط، ان شاء الله هيعجبكم كلكم. تمام كده. يا رب ما كنتش طولت عليكم الفيديو. هو انا عارفه انه طويل بس معلش عشان التفصيله واحده لما تقع منك هتطلع مش حلوه. صدقيني من اول مره لو انت ما عملتوش قبل كده وجربت الطريقه دي هيطلع معاكي تحفه. بعد ما حطيناها وفردناها كويس جدا هنلمها ونعملها كرة تاني كده. بقى الفطيرة هتبقى جاهزة معايا. دي اخر مرة هنريح فيها الفطيرة برضو على ما نخلص كله. يعني اقولها هتاخد تلت ساعة ربع ساعة. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 200. انت بقى تظبطي اعلى درجة عندك في الفرن، تكوني مسخناه قبلها بربع ساعة. كده انا خلصتهم وهسيبهم برضو يرتاحوا لمدة ربع ساعة او تلت ساعة على بال ما الفرن يسخن شوية واقدر افردها في قلب الصينية. الصواني اهيت. الصواني دي صغيرة شوية فانا اضطريت ان انا كل ما تطلع الكبيرة دي افردهم فيها. انت عايزة تفرديها بقى بصينية مرتاحة كده علشان تاخد وضعها، ما تبقاش تخينة قوي وما تبقاش ايه، لو كبرتيها زيادة عن اللزوم هتبقى رفيعة منك جدا. لكن دي كانت وسط، دي كانت حلوة. تبططها بايديا كده. حابة بقى تحطي على وشها زيت زي ما انت عايزة. انا حطيت على وشها قشطة. هنحط دلوقتي القشطة على الوش زي ما بقولك بعد ما فردتها في الصينية. ممكن بقى تحطي زيت زي ما انت عايزة، وبعد ما تطلع تحطي زبدة على معلقة سمنة تكوني مسيحاهم وتقومي رشها على الوش. بس القشطة بتديها طعم احلى لما بتحطيها القشطة البلدي ده لو موجودة يعني. خلاص كده هندخلها الفرن. دخلتها الفرن عشان هي متوسطة بقولك، لمت شوية في الفرن بس بصراحة أبت وكانت حلوة جدا. كانش فيها بقى اي قطع ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله جميلة جدا اهي. بعد ما طلعتها من الفرن اخدت بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة وغطيتها، فبقى الطريقة معايا بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.